تخيل انك فاتح كافيه فجأة في يوم واحد 50 زبون دخلوا عليك مرة واحدة، قعدوا ساعة صرفوا كتير ومشوا، فانت فرحت اكيد. بس لو كلهم ما رجعوش تاني هتعرف ان النمو والزيادة في المبيعات اللي حصلت مش حقيقية. ده معنى الهوت ماني. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. الهوت ماني هو المصطلح اللي بنسميه الفلوس اللي بتدخل البلد بهدف واحد، استغلال سعر فايدة عالي وبس. يعني مستثمر اجنبي او صندوق استثمار بيلاقي ان مصر مثلا بتدي فايدة 30%، فبيدخل مليارات في ادوات الدين زي اذون الخزانه، بس اول ما يسمع ان الفايده هتقل يخرج من السوق فورا وبياخد فلوسه لدوله تانية. هي مش فلوس ساخنه عشان بتسخن السوق، بالعكس، لانها بتتحرك بسرعه وبتسيب السوق فجاه، عشان كده اسمها هات، صعب تمسكها، مش مستقره. طبعا ده بيخلق مشكله. ليه؟ لاننا ممكن نظن ان في تدفق اجنبي قوي وان الاقتصاد في حاله ممتازه، لكن الحقيقه ده مش استثمار طويل الاجل، مش مصانع ومش شغل للناس، ده مجرد ربح سريع لمستثمر ذكي. والخطوره هنا ان احنا نعتمد عليها ونفتكر ان في فلوس جايه، ومجرد ما الفايده تقل بيحصل هروب وسوق الصرف يتلخبط. الهوت ماني زي الزبون اللي بيصرف كتير في يوم واحد بس ما بيرجعش تاني. لو عايز تفهم لما الفايده بتقل الناس بتعمل ايه، تابعني في الفيديوز اللي جايه.